أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Abdul Zikri Falam. La ilaha illallah la ma'budu illallah. La ilaha illallah la ma'budu illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu bihada ma'su insyaallah ta'ala minal aminin amin. La ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مذكور لمن معناها حسن بابي سوزان حبيب أجل بن محمد بن يحيى وصاحب الخال حبيب حسين بن علي بن شهاب أن الله يغفر لهم ويرحم ويسكن برحمته ووالدنا خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى خاتم النبي سيدنا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا مكافي مزيدا. سبحانك لا نوثي ثناء عليك كما أثنينا على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
وسلم وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وتقبل سما ما قرأناه من القرآن العظيم ومحلل من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم على سيد المهاجر أحمد بن عيسى وسيد المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروهم وجميع ساداتنا على بعلوي أجمعين ثم إلى روح الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وأولاده وبناته وذريته ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب وأولاده وبناته وذريته ثم إلى روح الحبيب عقيل بن محمد بن عمر بن يحيى وأولاده وبناته وذريته ثم إلى روح الحبيب شيخ بن علي بن أحمد بن شيخ بن شهاب وأولاده وبناته وذريته ثم إلى روح حبيب محمد بن أحمد بن شيخ بن شهاب وأولاده وبناته وذريته ثم إلى روح حبيب علي بن شيخ بن شهاب وأولاده وبناته وذريته ثم إلى روح حبيب عمر بن حمد البر وأولاده وبناته وذريته ثم إلى روح أبي الحسين بن علي بن شهاب ثم إلى روح كافة الأولياء والصالحين والمجتبهين أينما كانوا ثم إلى روح الله ثم إلى روح آباؤنا وأمهاتنا وجداتنا وخالاتنا ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم اسم الجنة برحمته والدينا ووالديهم خاصة ولجميع أمواتنا أموات المسلمين أجمعين عما أوصل الله ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وبكاكا لهم من النار والنجاة لهم من النار وعتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحول أوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله وكفى بالله عليما ربنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في رحيم ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل من عمدك يا رب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى السيد الحبيب علي بن محمد الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة برحمته ويعلم بركاته وعلومه وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا رب
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منتقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم سلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والاه جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكملا. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه
سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في الظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه. بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بنعمة الواسعة ومنة الغامرة، فانفلقت بيضة تصويف في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. وصف الكمال المطلق وحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال ميمون في أسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. وما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به في موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأزهر من سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. وكان مستقره في الأسلاب الفاقرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونور حير أفكار ظهوره وأبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذه القطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله وإن عليه. كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقدام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظه من سيار أشراف المخلوقين
وما أكرمه الله به بمولده من فضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت غايته في الكون منشورة على مر أيام والشهور والسنين داء تعلقي بهذه حضرة الكريمة والعيد تشاؤك إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في الشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم يفت ما حركته به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. وشمائلته هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه بهدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد ترددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شربته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأم التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقوا سب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر شهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المجنونة
والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة قرش نطق بفزه العبارة معلنة بجمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله ولم عليه تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور صلى الله أظهر الله في عليه الوجود بهجة التكريم وبساطة في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه قرب وموت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية بعد الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق صبح الجمال من النور أن عمود وبرد الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا
Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyarakal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahli kauni unsun wa sururun gaddajadan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika tarabu ya halal masani fahazarul Allah wastadi'u jamalin faghfil husni tafarrad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika walana al-bushra bisa'di mustamili laysa yanfad haythu utina ata'an jama'al faral mu'abad salli ya Rabbi ala النبي الهادي الأمين المجابى في القيامة للخلائق أجمعين فلربي كل حمد فلربي كل حمد جل عيا سوره العال الله الله اذهبنا بوجود اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله الله صل يا ربي على
بك إنا بك نسعد الله وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد يا رسول الله جئنا لزيارة سيدنا مولانا نجيب منك الشفاعة إن رب العالمين وحدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد الله ربي بلغنا بجاهي في جواره خير مكان يا رسول الله جئنا لزيارة سيدنا مولانا نجيب منك الشفاعة إن رب العالمين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم بارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطنه أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أنه شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. ومولد ولادته قبره
بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقبولا مقطوع السرة، تولد ذلك لصرفه عند الله عيد القدرة، ومع بروزه إلى هذا العالم ظاهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل، فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن قسيتني ظلمة ورعب وقسرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب، وأسفر ذلك عني. ثم عاودني رعب والظلمة والقسرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى تبعثه الله، وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم معجزات وباهر الآيات البينات بما يكفي بعزم شرافه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الحادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم أخلاق السبقة، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المعتوي على معنى الجزل. إذا دعوا مسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فراعيس الأقوياء من البرية. ومن نشر تيبي تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف الذكر تعطيمات المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في العرق وخلقه أشرف الخصوصية. فما من خلق في البريات المحمود إلا وهو المتلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله الأولى في مجري ومكانه، أوصاف عزا قد تعالى مجرها، أخذ على نجم السواب عناني، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد علم من وغائم ومولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والخلق العظيم.
وأصون مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد العنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن حطم كما يسن تقديم فعلي أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا في رضيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوت رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحفظ رجايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتمان برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المظلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآذر ووالاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا
ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم هذا الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مامورا مانا وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحفظ الحسن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك يا يمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة قبل بحقي وبجاه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبدرتم إلى فضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Abuya Sayyidul Walid, Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, dan yang juga sama-sama kita hormati Al-Ustadz Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, dan juga Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Isa Asgaf, dan juga Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid, serta seluruh para habaib, para masyayikh, para hadirin, para asatiz yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan nama antum satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim Al-Fakir kepada antum-antum sekalian. Alhamdulillah, pada sore hari yang mulia dan barakah ini kita bersama-sama berkumpul pada sore hari yang mulia
pada sore hari Jumat yang disebut sebagai Sa'ah Fatimiyah, yang mana kita berkumpul membaca Maulid Nabi SAW, memperingati Maulid Nabi SAW, serta haul Al-Habib Husain bin Ali bin Syahab. Dan alhamdulillah kita telah lalui bersama-sama juga pembacaan Yasin wa Tahlil serta pembacaan Maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang insyaallah kita mendapatkan semua sir keberkahan daripada yang telah kita lalui daripada acara-acara tersebut. Kemudian buat acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita pintakan kepada Sayyidul Habib Al-Ustaz Hanif bin Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Namun sebelum itu Al-Faqir akan membacakan undangan Maulid untuk malam ini dan besok hari. Undangan acara Maulid Arba'in malam ini di Masjid Darul Ridwan, alamat di Komperta Pelajo. Dan untuk Maulid besok hari pada pagi jam 10 sampai dengan selesai di rumah Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf, alamat di Jalan Produksi Baru. Dan untuk sore harinya di Musalla Al-Habib Ahmad bin Mustafa Al-Habsyi atau Musalla Pulo, alamat di Jalan Kahazari, Lorong Pulo 13 Ulu. Maka oleh karena itu sebentar lagi kita mintakan kepada penceramah kita untuk menyampaikan Mau'izatul Hasanah. Kita siapkan untuk kita biar kita bisa mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, kita khusyuk mendengarkan daripada apa yang akan disampaikan oleh Habib Hanif bin Abuya Sayyidul Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa ajallil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. آبائي الفضلاء، أساتذتي الأعزاء، أعمامي الكرماء، إخواني، هداني الله وإياكم إلى أقوم الطريق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi, Al-Faqir tidak pantas berbicara di sini, bukan hanya di hadapan para guru-guru, bukan hanya di hadapan para orang-orang tua, tapi di hadapan Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Yahya, di hadapan para auliaullah as-salihin yang sudah pasti hadir di tempat ini. Al-anbiya wal awliya ahya fi quburihim. Mereka hidup di kuburan mereka. Bukan hanya hayah ruhiyah faqat. Kalau hayah ruhiyah, maka semua kita ruh kita hidup. Insyaallah arwah kita akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seperti yang dibicarakan oleh Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam mafahim yajibu an tusahhah, hayatuhum hayah jasadiyah kamilah. Hidupnya mereka di dalam kuburan mereka hidup yang sempurna, bahkan akmal min qabl, hidupnya mereka lebih sempurna dari kehidupan mereka sebelumnya.
Mereka mengetahui semua yang kita lakukan. Mereka mendapatkan laporan dari malaikat dari Allah Subhanahu wa taala akan apa yang kita lakukan. Begitupun Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal jamil al-mujammal wa hadzal kamil al-insanul kamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang indah, sosok yang tidak pernah lupa dengan umatnya, sosok yang tidak pernah lupa dengan saudara-saudaranya. Kita adalah ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan para sahabatnya, "Ashtaqu ikhwani." Aku kangen, kata Rasulullah. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemburu. Mereka sangat cemburu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa yang dicintai Nabi hanya mereka. Hakadha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan cuma iddia seperti kita. Kalau kita cuma pengakuan, kita bilang kita cinta Nabi, kita bilang kita rindu sama Nabi, ini hanya iddia, hanya sekedar pengakuan. Para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya, rindunya, kangennya, cemburunya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqiqah. Mereka bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nahnu ikhwanak." Kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah. La, kata Rasulullah, "Antum ashabi." Kalian bukan saudara-saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para saudara-saudaraku, kata Rasulullah, mereka yang jauh datang setelahku nanti. Mereka tidak pernah melihat keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak pernah melihat keindahan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka begitu rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti yang kita sebutkan di depan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana abaana, aslafana, mereka disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan, begitupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupku baik buat kalian, matiku, meninggalku pun, berpindahnya aku ila alamil barzakh pun baik untuk kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma hayati, adapun kehidupanku, ketika aku hidup, tuhdithun wa yuhdatsu lakum, kalian berbuat sesuatu dan kalian akan mendapatkan penjelasan dari apa yang kalian lakukan. Kalau salah dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau benar maka akan diajungkan jempol oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kematianku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatu'radu alayya a'malukum. Malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal kita dihaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu amalin na'mal. Amal apa yang sudah kita lakukan sehingga pantas ini amal untuk dihaturkan, disodorkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, mu'lim, sedih, malu kalau amal kita dihaturkan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syufil jamal, lihat keindahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau amal kalian bagus, maka aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala atas amal yang kalian perbuat. Tapi kalau amal kalian tidak bagus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bilang kalau amal kalian jelek, la. Wa in kana ghairu dzalik, kata Rasulullah. Wa in kana ghairu dzalik. Syufil jamal al-Muhammad. Lihat keindahan Sayyidina Muhammad. Jamal fi wajhih, jamal fi nutqih, jamal fi syari'atih, jamal fi bi'thatih, kullu jamal sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana ghairu dzalik, kalau amal kalian bukan kayak yang awal, artinya amal kita tidak bagus, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah kita perbuat. Insyaallah hadhil a'mal hudurul mawalid, yang kita hadiri, semua zikir yang kita baca
akan disodorkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau akan senang akan apa yang kita lakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadhihi mau'izah. Ini kubur, ini maqam, ini maqbarah adalah mau'izah untuk kita semua. Pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di depan kuburan yang belum dimasukkan mayit ke dalamnya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ranting pohon. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memainkan ranting tersebut di tanah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengisyaratkan kepada kuburan tersebut, limithli hadza fa'iddu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang seperti ini persiapkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang seperti ini persiapkan. Dengan apa kita mempersiapkan? Bila sholat. Sholat kita apa yang kita lakukan? Sholat semuanya penuh dengan kelalaian. Som, puasa apa yang pasal kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Puasa kita penuh dengan kelalaian, penuh dengan al-makruhat yang kita lakukan. Dengan sedekah, sedekah apa yang kita lakukan? Sedekah kita penuh dengan riak. Masya Allah, sekarang lebih hebat lagi, sedekah dibikin, diupload di YouTube, diupload di WhatsApp. Masya Allah, tabarakallah. Umrah, kadzalik. Umrah haji, sayang kalau tidak diupload di YouTube, sayang kalau tidak upload di WhatsApp, sayang kalau tidak bikin status di Instagram. Apa amal kita yang bisa kita persiapkan untuk kuburan? Malana amal ya Rabb, kami tidak punya amal ya Rabb, kami tidak punya amal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa mahabbatullahi wa rasuluh. Inilah amal kami ya Rabb, inilah amal kami ya Rasulullah. Seperti apa yang dikisahkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, datang seorang Arabi kepada Rasulullah. Hadis masyhur, semua kita kenal, puluhan majalis kita hadiri. Ini hadis sering kita dengarkan. Datang Arabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini Arabi nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang ditanya masalah salat, bukan masalah puasa, bukan hukum zakat. Dia nanya, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Anak nanya tidak basing-basing, tidak tanggung-tanggung. Mata sa'ah ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'dadta laha?" Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente nanya kapan kiamat, tidak penting. Tapi apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang bilang, "Wallahi ya Rasulullah, kami tidak mempersiapkan untuk kiamat nanti puasa yang banyak ya Rasulullah. Bukan puasa yang banyak, bukan salat yang banyak, bukan sedekah yang banyak, lakin uhibbullah wa rasulah. Aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan ini hadis mewakili para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallah, demi Allah, tidak ada hal yang lebih kami senangi kecuali ketika kami mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan dari ini Arabi, "Anta ma'aman ahbabta." Atau di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kata sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Demi Allah, walaupun orang beribadah 70 tahun di depan Ka'bah, salat berdiri 70 tahun di depan Ka'bah, wallahi," kata Ibn Mas'ud, "lam yuhsyar illa ma'aman yuhib." Tidak akan dikumpulkan kecuali bersama orang-orang yang ia cintai. Walaupun ibadah 70 tahun di depan Ka'bah, kita tidak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bersama orang-orang yang kita cintai. Maka kita lanjutkan hadis tersebut. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Fa wallah, kami tidak pernah senang dengan mendengarkan ucapan Nabi melebihi kesenangan kami ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'aman ahab." Orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang ia cintai. Kira-kira apa yang bakal diucapkan oleh Anas bin Malik? Anas bin Malik pun menyambung ucapannya, "Ushhidullah, saksikan ya Rabb, inni uhibbu Rasulullah, inni uhibbullah, inni uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal hadza yakfi?
Ini cukup. Hadhil mahabbah yakfi. La. Belum cukup. Kata Sayyidina Anas bin Malik, wa uhibbu Aba Bakrin wa Umar, dan aku pun mencintai Sayyidina Abu Bakar, dan aku pun mencintai Sayyidina Umar. Artinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah belum cukup. Kita harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita pun harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahnu ya Rasulullah nuhibbullaha wa nuhibbu rasulah. Kami yang kumpul di sini ya Allah, ya Rasulullah, saksikan ya Allah, ya Rasulullah, kami mencintai Allah, kami mencintai Rasulullah, kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Umar, kami mencintai Uthman, kami mencintai Ali, kami mencintai para sahabat Rasulullah, kami mencintai semua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nuhibbul ulama, kami cinta kepada semua ulama. Baik ulama yang habaib, ulama yang kiai, apapun bentuknya ulama, kami mencintai para ulama. Cukup? Belum cukup. Kita pun mencintai sesama muslim. Nuhibbu ikhwanana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan kalian, kata baginda Rasulullah, kalau kalian belum mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Khalas, cukup dengan ucapan ini. Nuhibbullah, nuhibbu rasulahu, nuhibbu ashaban nabi, nuhibbu alan nabi. La, belum cukup. Fastaqim kama umir. Kalau ente sudah bilang cinta Allah, kalau kita sudah bilang cinta Rasulullah, cinta sahabat, cinta keluarga Nabi, cinta para ulama, cinta para solihin, nastaqim. Kita harus istiqomah. Kama umirta. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirti ya Muhammad. Istiqomahlah ya Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Bukan istiqomah kama badalak. Bukan istiqomah sesuai apa yang kita inginkan. La. Al istiqomah kama umirt. Istiqomah sesuai ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan istiqomah sekendak perut kita, bukan istiqomah sekendak otak kita. La. Al istiqomah kama umirt. Istiqomah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Istiqomah dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini istiqomah bukan hal biasa. Kullu wahid minna. Nanti kita setelah kita sudah datang ajalnya kita, maka akan datang malaikat kepada kita. Kalau ini orang yang baik, orang yang istiqamah, maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah, yang mengucapkan Allah adalah Tuhan mereka, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, ya'mal bima yaqtadi alaih, beramal sesuai dengan apa yang dituntut. Ketika seorang hamba berkata Rabbunallah, beramal dengan sesuai apa yang dituntut kepada hamba ketika dia bilang Rasuluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti ketika kita sudah di akhir hayat kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Ini malaikat memberikan kabar gembira kepada kita. La takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannah. Dan aku berikan kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun. Ini adalah ucapan para malaikat untuk orang yang jalan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di jalan aslafnya, istiqamah di dalam jalannya Al Habib Aqil bin Muhammad bin Yahya. Sedangkan sebaliknya, orang yang mengucapkan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya iddia, amalnya jauh dari amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah jauh ia taruh di belakang. Ini orang nanti ketika malaikat turun, malaikat akan berkata kepadanya, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah minal jasadil khabith. Keluarlah engkau, wahai nafas,
wahai jiwa yang keji, dari badan yang keji, dari badan yang jelek, dan aku kasih kabar gembira, kata malaikat tersebut, bihamimin wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj, dengan semua azab yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan untukmu. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Insyaallah melalui momen maulid yang banyak, kathir mawalid, sudah banyak sekali mawalid. Mungkin capek, saking banyaknya maulid kita pun mungkin capek, kesel untuk menghadiri maulid. Insyaallah dengan maulid yang banyak ini kita akan menjadi hamba yang betul-betul cinta kepada Rasulullah, betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya iddia, kita pun akan terus istiqamah fi hadzal sabil. Kita pun akan dicintai selanjutnya oleh Allah war Rasul, dan kita pun insyaallah di akhir hayat kita nanti kita akan mendengarkan kabar gembira dari malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Salah seorang ulama ditanya, sebutkan tolong beberapa nikmat yang ada di surga. Katanya cuma sikok nikmat yang ada di surga. Fihi nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Sedikit sedikit lagi. Salah seorang sahabat Rasulullah namanya Rabi al-Aslami lauma akhta. Ini adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gawenya khidmat sama Rasulullah, nyiapkan air wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah khidmat yang banyak, setelah pengabdian dia yang banyak kepada Rasulullah, pada suatu hari dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'al, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'al, minta sama anak aku unjuk galau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa, na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasim, beliau membagi semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'al tu'ta, mintalah insyaallah engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hanya satu yang aku pinta ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku ingin bersamamu nanti di surga ya Rasulullah. Awa ghaira dzalik, kata Rasulullah, ada tak yang lain? Pinta lagi. Kata Rasulullah, mungkin yang dimaksud oleh Nabi, pintalah mungkin permintaan yang duniawi, pengen kaya dan lain sebagainya. La ya Rasulullah, tidak kata ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku hanya ingin satu ya Rasulullah, ingin bersamamu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar diaminkan, ini menunjukkan bahwasanya semuanya tidak cukup cuman ucapan, tidak cukup cuman iddia, uhibbullah, uhibbun nabi, uhibbul aslaf, hadir maulid, baca solawat, zikir dan lain sebagainya, tidak cukup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'inni ala dzalika bi kathratis sujud, kata Rasulullah, bantu aku. Tidak cukup doa Nabi, belum cukup. Belum cukup hanya sekedar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Bantu agar doa ini cepat sampainya, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang banyak. Jadi semua ucapan kita, semua iddia kita yang kita bilang tadi di depan, kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah, kita cinta kita punya aslab, tidak cukup kalau tak kata mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minni wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khairan jaza kepada Al-Habib Hanif bin Abuya Ruban Abdul Rahman Syahab. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Hingga acara berikutnya yaitu talqin zikir wa doa, yang insyaallah kali ini kita mintakan kepada Sayyidul Habib Al-Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa astagfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam syarafa wa karama wa majada wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrugana min ba'dihi tabarrugan ma'suma wa la taj'alna man ma'ana wa hawalaina shaqiyan matrudan wa mahruma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan selesainya talqin